أول يوم شغل في إندونيسيا. أنا مش هقول لكم أنا تطوعت إيه، أنا هوريكم. في سكر فلوجز هتعرفوا ازاي تسافروا جوه وبره مصر بأقل سعر، التطوع، ازاي تتعلم أكتر من لغة في نفس الوقت، ازاي تتقن لغة من غير ما تدفع في أي كورس. Mimi Sara Anibata Zrim Joy Traveling und ich liebe Reisen und Sprache zu lernen. Kannte viajar y aprender idiomas. زي ما قلت لكم يومنا هنا بيبدأ من الفجر. تطوعت كإنجلش تيتشر وجيرمان تيتشر. نظام الشغل 6 ساعات في اليوم 5 أيام في الأسبوع. ثانية واحدة. ولكم أن تتخيلوا رعب واحدة لسه معدية فوبيا ركوب العجل، لأن كل التحركات هنا تبقى بالموتوسيكل. الطريق من البيت للمدرسة حوالي 10 دقايق، ووصلنا المدرسة وكانت المفاجأة لقيت اسمي متعلق على اليافطة الكبيرة اللي شايفينها دي، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي. هقول لكم ايه اللي حصل. طابور الصباح هنا جميل جدا وهادي، عبارة عن أذكار الصباح، شوية حركة كده عشان النشاط، ولو في طبعا متطوع أو مسابقة. وأنا قاعدة مستمتعة بالأجواء، مرة واحدة لقيت اسمي بيتنادى، مستر محمود الشخصية الثالثة. ادوني البوكيه ده، هنا عرفت ان في كيمياء ما بيني وما بين المدرسه. نفسي في ورده يا ابراهيم. بعد استكشاف المدرسه قابلت مستيكا واول حصه. دلوقتي احنا طالعين الكلاس انا ومستيكا. هنا كلنا بنمشي من غير الجزم. دلوقتي رايحين اول كلاس لينا. Now we have finished our first class. بجد الناس هنا لذيذ جدا، بجد سكر ودايما مرحبين وحاسين ان في وش جديد عليهم، فمتحمسين قوي. في الاوفيس دلوقتي في بريك ما بين الكلاس، جايبين الميل بتاعتي والسناكس اللي جابوها لي دي مش هجوع يعني. الفكره هنا ان هم من الساعه 7 الصبح بيبداوا ياكلوا رز، ف مش عارفه اقول لهم يقولوا لا احنا هنا لازم ناكل 3 وجبات يكون فيهم رز ويكون فيهم فرايد تشيكن غالبا ويكون فيهم فيجز خضار ويكون في حاجات سبايسي لازم. فموضوع غريب جدا بالنسبه لي يعني. هي دي الميل بتاعتي، في هنا نودلز ودي مش عارفه مكسرات ولا ايه، ودي بتبقى حاجه شريدد كده، دي موجوده على الاكل كله، فرايد تشيكن ورايس. سألوني بيت مين وازاي، مش انتي في اندونيسيا؟ هقول لكم ده من مميزات التطوع ان هما بيبقى عليهم الاقامه. فقعدت في مكان اسمه كوس، ده بيبقى بيت مكون من دورين للبنات اللي بتدرس او بتشتغل، بس كان في مشكله زي اي مكان في اسيا. واحده من الحاجات اللي هنا برضو ان انا شايفه القران 24 ساعه شغال. ولا مرة سمعت أغاني هنا. الغريب إن هم هنا سبحان الله يعني هم مش بيتكلموا عربي، بس الأذان والقرآن وكل حاجة تلاقوها بالعربي، متعلمين صور كتير. دلوقتي مثلا سورة الرحمن شغالة. بالنسبة للجو أنا افتكرت إن الويب سايت بيبالغ، الرطوبة عالية جدا. ده الأذان شغالة دلوقتي. ليتشا جاية تاخدني عشان ناكل ونستكشف حوالينا. Indonesian products. They have here a lot of local products, but also boycott products. Don't buy this. They have lychee juice. I have taken one of it. مفيش جهينة هنا للأسف. طعمه زي الجوافة بس مسكر اكتر. ومع اقتراب الساعة 7 دق الوقت للذهاب إلى المنزل. وبكده الحلقة التانية تكون خلصت. أتمنى تكون عجبتكم. استنوا سكر فلوجز كل جمعة. لو عندكم أي أسئلة عن العادات هنا إندونيسيا التطوع قولوا لي في الكومنتس. السلام عليكم.